واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركة ايفن. والنهارده هنتكلم عن عطر جديد من عطور عائلة فار واي. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رأيي ايه في العطر بتاعنا بالتفصيل. زي ما انتوا شايفين معانا اصدار جديد من اصدارات فاراواي، وهو فاراواي شاين. وطبعا العطر بتاع فاراواي او اللاين كله بتاع فاراواي تم تغيير شكل البوتل او الازازه بتاعته، وبقت الشكل دوت هو تصميم عصري جدا. ولكن انا يعني من عشاق البوتل القديمه. بس لو جينا اتكلمنا عن مميزات البوتل دي، اولا هي سهل ان هي يتم اعادة التدوير بتاعتها. ثانيا الماسكة بتاعتها مريحة، يعني لطيفة كده على الايد، وكمان شكل الغطاء انا شايفة ان التصميم لطيف جدا. فيما يخص بقى الاوتومايزر، فالاوتومايزر بتاعها بيوزع خطير خطير. اما فيما يخص ريحة العطر بتاعنا، فالعطر بتاعنا مميز جدا ومختلف عن اي اصدار من اصدارات فاراواي السابقه. لو حد قال لي في التعليقات يا نهى هو شبه ايه من عيله فاراواي، مش شبه اي حاجه خالص من الاصدارات بتاعت فاراواي. وتحس ان هو ليه شخصيه كده مستقله. يعني في عطور في اصدارات فاراواي تحس ان هي فيها من بعض او فيها من روح فاراواي، لكن دي شايفاها واخده كده سكه وطريق لوحدها. طبعا البرفان بتاعنا اسمه فاراواي شاين، وهو اودو بريفيوم، وحجمه 50 ملي زي ما انتوا شايفين. وكل الاصدارات الجديده بتاعت فاراواي بقت الشكل الازاز بتاعتها ده طبعا باختلاف الالوان. العطر بتاعنا عطر ريحته زهريه، مكوناته بتبدأ بالليتشي وتوت العليق والفلفل الوردي. القلب بتاعه الورد والجاردينيا والبنفسج، والقاعدة بتاعته فانيليا حبوب تونيكا مسك. طيب أنا شامة ايه في الموضوع؟ اولا انا شامه ريحه تبليه جايه من ريحه الفلفل الوردي وحبوب التونيكا. بعد الريحه التبليه دي في ريحه لذعه واخد لذوعه الليتشي. الفاكهه بتاعت الليتشي ليها لذوعة كده، فهو تحسوا بلذوعة كده اول ما بتشموه. بعد كده بتهدى ريحة العطر شوية وبتبتدي تبان الريحة الزهرية، بتبان ريحة البنفسج، بتبان ريحة الورد. ولكن انا مش شامه فيه اي ريحه تنم ان فيه حاجه شجري مسكره، مفيش ريحه فانيلا واضحه. حبوب التونيكا احيانا بتدي برضو احساس ان انتي يبقى العطر فيه احساس ان هو مسكر سنه. توت العليق من الحاجات برضو اللي بتخلي العطر مسكر. ولكن العطر دوت انا لو صنفته كاحساسي انا بيه، لان هو طبعا العطر بيختلف من شخص للتاني. يعني ممكن انا اشمه بمنظور انتي ترشيه على جلدك يبقى ليه ريحة تانية، او تحسي احساس تاني للعطر. طبعا العطر بيبقى امن ان احنا نرشه على الملابس عن الجلد، يعني انا احبس كده يعني ان العطر ما يترشش على الجلد. ولكن انا طبعا عشان افيدكم بريفيو انا بجربه على الجلد وبجربه على اللبس. للاسف هو ثباته ضعيف جدا، انا بحس ان هو بيطير. يعني الريحة بتشميها بقوة اول ما بتترش، بتبقى فيه ريحة واضحة وقوية وريحة زهرية تبلية، بس اما بيهدى بيختفي. ودي من الحاجات اللي صدمتني. بس استنبطت ان هو عشان اصدار جديد او تم اصداره حديثا او لسه ما تعتقش، لسه ما قعدش الزيت العطري، لسه ما تركزش فيه قوي، ده سبب ان هو ثباته ضعيف. والشكوى دي جات لي من كل العطور اللي بيتم اصدارها حديثا، سواء فاراواي او العطور التانية. لو جت من الشركة وباين على تاريخ الانتاج بتاعها ان هي لسه منتجة بقالها شهر شهرين 3، بتحسوا ان هي مش قوية زي الاصدارات القديمة بتاعت رير جولد ورير بيرلز، فراويل القديمة، ليتل بلاك القديمة. الحاجات دي القديمة دي بترش رشة منها تقلب الدنيا وتثبت بالساعات. لكن الاصدارات الجديدة معظمها بيجي منها الشكوى دي، اللي هي الثبات بقى ضعيف. ليه برفانات ايفون بقت ثباتها ضعيف؟ هي مش برفانات ايفون بقت ثباتها ضعيف، هي الفكرة ان دي اصدارات جديدة، عطور لسه مصنعة، فالريحة العطرية بتاعتها ما
اتركزتش، ده بس هي الفكرة. طبعا الاصدارات القديمة كانت بتبقى في المخازن بتتشال فترات، مش فترات طويلة بس بتتشال طبعا فترات، فبتتركز الزيت العطري فيها بتركز، فده بيبقى سبب ان انت لما تيجي تاخدي العطر او تشتري العطر بتلاقيه نوعا ما مركز عن العطور اللي بيتم اصدارها او انتاجها بشكل حديث. هل هنعتق العطر ده؟ هو العطر ده محتاج تعتيق، محتاج يتشال فترة، لان هو كريحة ريحة لطيفة جدا. انا شايفة ان هو ريحة ما يختلفش عليها اتنين، يعني ممكن تشتريها ومش هتتضايقي ان انت اشتريتيها، بس في نفس الوقت انا مش شايفه ان هو مناسب لجميع الاذواق. يعني انا عن نفسي كنهى، هل هتشتري العطر ده تاني؟ لا، لان هو انا حسيتش ان هو اولا يونيك، ما حسيتش ان هو مناسب لذوقي، مش مناسبني كذوق عطري، بس ممكن يناسب حد تاني. لكن هو كريحه، هو ريحه شيك جدا مميزه، ما شمتش شبهها قبل كده، يعني ما حسيتش ان هو شبه حاجه سواء في علبه فاروي او بره فاروي. يعني في العطور اللي انا استخدمتها في الفتره السابقه من حياتي، انا حاسه ان هو عطر شيك انثوي، يعني ما فيهوش اي ريحه كده تخليكي مش مبسوطه. لا، هو ريحه شيك، ريحه شيك فيها قدر من الفخامه، بس هي ريحه زهريه تابليه، ما فيهاش اي ريحه مسكره، ما فيهاش اي ريحه شجري، ما فيهاش فانيليا خالص، انا مش شامه ريحه فانيليا. في الاخر بقى الاحساس المسكي، احساس النظافه، احساس المسك اللطيف الرقيق ده. لكن انا بصراحه اتصدمت موضوع الثبات، يعني اول عطر يمر عليا في عيله فاروي يكون الثبات بتاعه ضعيف لهذه الدرجه، خصوصا ان انا في برفانات تم اصدارها برضو حديثا زي مثلا اتراكشن كلوزر، زي البرفان اللي هو بتاع Love You Together. البرفان ده قوي جدا، يعني كان ثباته حلو، يعني بالنسبة برضو ان هو كان اصدار حديث. فنقدر نرجع النقطة دي برضو لمكونات العطر، ممكن تكون مكونات العطر مش قوية بما فيه الكفاية ان هو تخليه يثبت سواء على الجلد او على الهدوم، وانا جربته على الاتنين. يعني انا قلت عشان مظلموش، انا بقالي حبة بستخدمه، جايباه من اول الشهر، وده سبب ان انا مش عايزه اعمل عنه ريفيو حتى وقتنا الحالي عشان ما اطلعش واظلمه واجربه واحطه وانتظر شويه واحطه وانام اصحى اشوف في ريحه احطه واجربه واستنى اخر اليوم، هي الريحه بتطير. انا كعاده برفانات فاراوي بتثبت على الهدوم، بتثبت على الجلد، لكن دوت الاصدار الوحيد اللي ما كانش اداؤه افضل حاجه معايا. ده كان الريفيو بتاعنا النهارده، مستنيه اي حد جرب العطر ده يقول لي رايه تحت في التعليقات. طبعا هو موجود معانا في مجله الاعضاء الشهرده، اللي حابب ان هو يقتنيه بسعر اقل من السعر اللي هينزل بيه بقى لكل الجمهور الشهر الجاي ان شاء الله، في بروشور حمله 3، يقدر يكلمني على الرقم الموجود على الشاشة على الواتساب، نعمل عضوية سوا ويستفيد منه بالسعر الخاص بالأعضاء، أو يطلبوا مني من خلال الجروب بتاعي. اللينك بتاعه في أول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. يقدر يخش على الجروب يطلبه أو يكلمني على الواتساب يطلبه لو هو حابب ان هو يخوض التجربة. للأسف ما نزلش منه لا 10 ملي اللي هو الميني برفيوم، ولا حتى نزل منه التستر، فاللي هيجربه من خلال ان هو يشتري الفول بوتل. اللي كان حابب ان هو يشوف شكل ازايز الفاراوي الجديده وشكل الباكجينج بتاعها، ده بيكون شكل العلبه، لان طبعا الشكل اختلف تماما عن الشكل القديم والعلبه القديمه والازازه القديمه. فمنتظره رايكم تحت في التعليقات. كل اللي جربها يقول لي هل الثبات برضو كان ضعيف معاه، ولا ثباتها على جلده او على هدومه كانت اقوى. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.